بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. اللي يحب النبي يصلي عليه. زي ما انتم شايفين كده، دي الطبب اللي هي الصغيرة، اللي هي ساعات بتجيب المية، ساعات بتجيب الزيت على المية أو المية على الزيت. الطبب الصغيرة دي لما بكون حالل عمرة ولا جوان ولا أي حاجة لازم بفضل الله أغيرها. بقوم جاي مطلعها. طبعا الطبة تيجي تطلعها مثلا ساعات تطلع معاك على طول وساعات تقع تحت. زي ما انتم شايفين كده جبت المغناطيس. التوعية من الفيديو ده ان انت لا قدر الله ممكن تكون معمر ولا كده وتلاقي دي حته طبه صغيره زي دي جابت الميه على الزيت ولا الزيت على الميه. فالتوعية من الفيديو ده تفادي ان انت تكون معمر ولا حاجه ويحصل فيها الكلام ده بعد العمره بحاجه بسيطه. طبق قدامك اهي مش هتاخد منك حاجه. بقوم جاي جايب الطبه الجديده، وقوم جاي حاطط لها سيليكون من ورا عشان خاطر كمان الميه ما تخليهاش تصد من ورا، وسيليكون حواليها. ابدا اشحط الطبه، انزلها مكانها بالظبط. الطبب دي يا جماعة مهمة جدا، دي الطبب اللي هي بتخلي المكنة ساعات تجيب المية على الزيت من غير الجوان. كده انا نزلتها مكانها اهو. ببدأ ان انا اقوم جاي ماسح الطبة، اقوم جاي جايب بقى عجينة سحرية اسمها عجينة. دي اللي في ايدي دي عجينة بتبقى لونين اخضر فاسمر، بقوم انا جاي اقعد اخلطها على بعض لحد اما المواد الفعالة اللي فيها تتخلط ببعض. واقوم جاي حاططها ايه على الطبب، بتبقى عاملة زي اكتر من معجون الحديد، بحيث ان انا اكون كمان حطيت تواب جديده وحطيت لها سيليكون من جوه، واقوم جاي حاطط معجون الحديد ده عليها، بحيث ان انا كده قفلتها ضبه مفتاح على الطبه ان هو ولا تجيب ميه على الزيت ولا تجيب زيت على الميه. حتى لو الزبون حاطط لها ميه عاديه، انا يعني اللي بيخليني اعمل كده ان مثلا ممكن زبون معهوش فلوس يجيب مثلا ميه خضراء ولا كده بيحط ميه عاديه. فدي بفضل الله بقى ايه ولا الهوا، لو حاطط لها ميه نار الطبق بفضل الله ما تعملش كده بعد معجون الحديد ده اللي هو اسمها العجينه السحريه. قام جاي منضف من بره. طبعا انا حاططها طريه ايه، يا دوبك ما يعديش بقى نص ساعه ولا كده. تبدا تنشف بقى. ما تستهونوش بالفيديو يا جماعه، الطباب دي مهمه جدا جدا جدا. اذا كانت الطبه اللي هي بتبقى بره المحرك اللي هي بجنب المحرك مهمه، اشحال بقى الطبه اللي جوه المحرك دي بقى العجينه نشفت بقت عامله زي الحديد. ويا رب اكون في التوكو، ويا رب يا جماعه تخشوا كلكم تشتركوا في قناه اليوتيوب وتعملوا متابعه للفيس. زي ما انا بفضل الله كده بحاول ان انا افكه في كل حاجه، ادعموني.